يسعد صباحكم، بتمنى تكونوا بألف خير وانتم عم تحضروا فيديو اليوم. جيت بفيديو جديد مثل ما انتم شايفين من دون مكياج، لأنه اللي رح نعمله مع بعض هو فيديو مكياج، ولكن المميز بهذا الفيديو والمختلف انه رح نعمل مكياج كامل من منتجات كلياتها أقل من 5 يورو. فإذا كنتوا حابين ومهتمين بهذا الفيديو فأكيد تابعوا للأخير. لا تنسوا إذا كنتوا مشتركين بالقناة إنكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد بنزله عندي بالقناة. هلا خلونا نبلش الفيديو مع بعض. رح نبلش اول خطوه انه نحن نرفع الشعر. اوكي، تجاهلوا المنظر الحالي، المهم النتيجه النهائيه. مثل ما انتم شايفين كمان انا حاطه عدسات بس لحتى اعمل شويه هيك تغيير. اللي رح نبلشه هو شيء مش كتير مهم حقيقه. انا بحب انه انا بلش احط زيت اللوز على بشرتي لانه بشرتي جافه، اذا كانت بشرتكم دهنيه فتجنبوا هي. وحنبلش بأول منتج معنا لليوم اللي هو البرايمر من إسنس. رح أحط كمية على إيدي وبعدين أوزعها على البشرة بالتساوي. رح نستنى انه البرايمر ينشف شوي على الوجه لحتى نبلش ونحط الكونسيلر. الكونسيلر رح استخدم هذا من ريفولوشن. هلا انا بهذا المكياج ما رح استخدم ابدا كريم اساس لانه لي كثير زمان فاونديشن ما استخدمته. فاللي رح اعمله انه انا بنفس الكونسيلر رح امد شوي لتحت بس مشان ما يصير في عنا فرق كثير بين تحت العين وباقي الوجه. وبعدين بسفنجة اشتريتها من تيمو رح ابللها بالمي كتير منيح، وبعدين اجي لحتى اطبطب واوزع الكونسيلر على كل البشرة. واكيد ما بدي انسى انه انا احط كونسيلر فوق العين لحتى لما بدي ابلش احط الاي شادو تبين الالوان معنا اوضح. وهلا من بعد ما حطيت الكونسيلر رح ننتقل لمرحله البودره التثبيت. هلا رح اغش بشغله صغيره اللي هي البودره، ولكن مش غش كامل. انا رح استخدم البودره تبع هدى بيوتي، اكيد منها تحت ال5 يورو، ولكن لانه البودره اللي بالعاده بستخدمها لحق اقل من ال5 خاصه من عندي، ولكن رح احط لكم اسمها هون بشتريها من امازون. عن جد كثير منيحه. اللي بعدها اللي رح اعملها هو هذا البلاش كمان من اسنس على شكل اصبع. رح اعمله بس بهيدي الطريقة بنفس الاسفنجة. رح اطبطب بهاي الطريقة. صار عندي بلاش ناعم خفيف كتير. طبعا ما خلصت. رح اعمله انه هلا انا بهاي العلبة اللي لقيتها من التيكي ماكس. اللي ما بيعرف التيكي ماكس هو محل موجود بهولندا والمانيا، ما بعرف باقي البلدان حقيقة بس اكيد بفرنسا ما في منه. تلاقوا فيه ماركات كتير ظريفة باسعار كتير رخيصة. انا هاي اخذتها ب5 يورو. يلي رح اعمله بفرشاية، هذه الفرشاية جبتها كمان من امازون. انا اللي رح اعمله انه انا رح اخذ شوي من هذا، رح اخلط ال3 الوان مع بعض وبحركة ناعمة كتير رح ثبت البلاش. بنفس الوقت انا بحط فيه البلاش بنفس الفرشة كمان باخذ 3 الوان البني وكمان بجرب حدد البشرة. انا حاسة انه كتير الاضاءة مع كل اسف ظالمة المكياج، ما كتير عم ببين عليكم، ولكن رح جرب بس خلص اطلع على ضوء الشمس لحتى فرجيكم. بطلع شوي صغيرة لفوق بس لحتى ما يبين انه انا عاملة خط هون مختلف عن باقي الوجه. بالنسبة للرموش انا بحب اتركهم صراحة طبيعيات، وعم حاول هيدي الفترة كمان انه اتركهم يطلعوا لحتى ظبطهم. اللي راح استخدمه هو هذا المنتج للحواجب كمان من اسنس. اسنس على فكرة ماركة كتير سعرها بمتناول الجميع، وجودة المنتجات عن جد كتير منيحة. بيجي جل بهيدي الطريقة مشط الحواجب بالطريقة اللي بدي اياها. هيك صاروا عندي الحواجب جاهزين ممشطين ناعمين، ما فيهم كتير اوفرا بالرسم. رح استخدم هلا كمان من كاتريس هذا الباليت اللي كمان اخذته من التيكي ماكس ب5 يورو. رح تتفاجئوا قديش عن جد الالوان حلوة. فرجوا. هلا في شغله بدي اقولها انه في عالم كتير وخصوصا البروفيشنال، انا ماني حدا بروفيشنال، ببلشوا بالمكياج العيون بالاول وبعدين بيعملوا مكياج الوجه، ولكن انا دائما بحب انه بلش بمكياج الوجه وبعدين انتقل لمكياج العيون. اللي راح استخدمه اول اشي اني احضر جفن العين
من بعد ما جهزت اللون الجفن باللون الأساسي رح أستخدم هذا اللون الأغمق وأبلش بس من عند كسرة الجفن ولجوا. هلا رح أحط آخر إشي هذا اللون كمان الأغمق شوي، بس كمان بخفة إيدي. هلا اكيد الاحسن انه نحن نستخدم اكثر من فرشه، ولكن لانه نحن عم نعمل مكياج من منتجات بسيطه ومن يعني شغلات بسيطه عنا اياها، فاستخدمنا نفس الريشه. هلا رح ناخذ بس ريشه ثانيه تكون رفيعه، ورح ناخذ هذا اللون ونحطه من تحت. اوكي، وهلا رح ناخذ اي لون ذهبي عندي اياه، عندي هدول جبتهم من امازون اثنيناتهم كمان، كل وحده منهم سعرهم اقل من 5 يورو، لحتى احط شويه ذهبي هون باصبعي. بس رح اخذ الذهبي وامده بس من هون. رح نعمل هلا الايلاينر والماسكارا. للايلاينر رح استخدم هذا اي لاينر، رح استخدم هذا اللي جبته كمان من تيمو. هلا منه اي لاينر اسود، يلا اي لاينر بني. على الكاميرا رح يبين اسود، بس للحقيقه هو بني. من هذا الايلاينر صار عندي جاهز، فيكم تطولوه وتقصروه مثل ما بتحبوا. يمكن انا رح مده شوي للعين لجوا. هلا للامانه لحتى اكون صادقه معكم، يعني اذا في شيء ما بنصحكم فيه من بين كل هاي المنتجات فهو قلم الايلاينر، ولكن اعطانا نتيجه مرضيه. رح نعمل نفس الشيء على العين الثانيه. واخيرا خلصنا هذا الايلاينر النتيجه النهائيه مثل ما انتم شايفين. هلا رح يجي وقت الماسكارا. للماسكارا فيني اضمن لكم انه كل ماسكارات اسنس اللي انا عندي اياهم هن كتير منيح، ولكن اذا بدي انصحكم بماسكارا من هدول الاربعه، وعلى فكره كلهم سعرهم تحت ال5 يورو، فانا بنصحكم بماسكارة اسنس الخضراء والذهبيه. هي الريشه، اذا حابين رح فرجيكم كمان الريشه للماسكارا الخضراء. بتعرفوا رح استخدم الخضراء. يعني قديش الماسكارا بتغير المكياج كله، مو طبيعي. عم فكر انه للعين الثانية استخدم الماسكارا الثانية. إذن هاي نتيجة الماسكارا الثانية. ما بعرف، خبروني إذا حسيتوا في فرق وأي لقيتوا أحلى. يمكن أنا شوي بفضل الماسكارا الخضراء. هلا رح ننهي مع آخر خطوة اللي هي الحمرة. الحمرة عندي كتير خيارات. في عندي أقلام الحمرة هدول اللي اشتريتهم من تيمو، كانوا 3 أقلام حمرة مع بعض. عندي قلم الحمرة هاد اللي جبته من التيكي ماكس كمان. وعندي كمان اللي بتابعني منيح على اليوتيوب يعرف شو هن هدول أقلام حمرة، جبتهم من أمازون، فيمكن رح نستخدمهم. حلو اللون، بس بتخيل انه جاي على بالي ادمجه مع شوية بني. فك الشعر ونشوف النتيجة النهائية. وهيك حبايبي بيكون انتهى المكياج. خبروني انتم شو رأيكم، اذا حبيتوا ولا لا، وكمان خبروني شو اكثر منتج من هدول المنتجات انتم حبيتوا. بتمنى انه يكون المكياج عن جد واضح على الكاميرا مثل ما هو على الحقيقة. رح جرب يمكن اطلع على الشمس شوي صغيرة. لان هذا هو المكياج، شمس كتير قوية. ولهون حبايبي بظن رح انهي معكم هذا الفيديو يلي بتمنى تكونوا حبيتوه واستمتعتوا فيه. اذا كنتوا حبيتوه فبتمنى انكم ما تنسوا تضغطوا على زر اللايك اللي موجود تحت، واذا كان في فيديوهات معينه حابين انكم تشوفوها عندي بالقناه فتركوا لي تعليق وخبروني شو هي. ومن هلا لحتى اشوفكم بالفيديوهات الجايه تاكدوا انكم تكونوا بصحه منيحه وبالف الف خير. باي.